السلام عليكم. النادي الاهلي عملها طبعا مع الترجي التونسي امبارح بتكتيك عالي جدا، باداء قوي، بذكاء المدرب كولر. عمل كل حاجه في الكوره امبارح، ولكن كان عنده حرص شديد. طبعا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان خط وسط النادي الاهلي من اقوى خط وسط في مصر، مفيش كلام. اليو ديانج وتسوليا وحمدي فتحي، حاجه جامده جدا. عندك حاجه مهمه جدا كمان، ان خط الدفاع في وجود ياسر ابراهيم وعبد المنعم تبقى مطمئن جدا، بيأدوا كويس جدا، متفاهمين جدا، بيقدروا يتعاملوا مع الهجمات بطريقه ذكيه جدا، وعندهم قوه وعندهم قدره وعندهم ذكاء في قطع الكوره. يعني في اطمئنان. عندك الناحيه الشمال طبعا علي معلول قوي جدا، وما فيش، لما هو مشكلته انه ملوش بديل في النادي الاهلي بنفس القوه. ولكن بالنسبه للناحيه اليمنى تطور اداء محمد هاني بشكل كبير جدا مع كولر، تطور بجد. بقى مهاري، عنده فكر، بقى قوي. ولكن لا نقلل من خالد عبد الفتاح، دفعه قويه للناحيه اليمين بالنسبه للنادي الاهلي. خالد عبد الفتاح في الهجوم بقى، يعني عندكم حدث كهربا، قفشه، بيرستاو، طاهر، محمد شريف. يعني عايز اقول ان الفريق متكامل وعنده قوه ضربه، سواء في الدفاع او خط الوسط والهجوم. ولكن اقوى خط في النادي الاهلي او في الدوري المصري او في بطوله افريقيا هو خط وسط النادي الاهلي، مفيش كلام. اي لاعب كره او اي حد فاهم كره يقول لك ان اقوى نص ملعب في البطوله هو نص ملعب النادي الاهلي. طبعا كولر غير حاجات كتير جدا في النادي الاهلي، مش موجوده ايام موسيماني. يعني في تغيير في اداء النادي الاهلي، في تغيير في تكتيك النادي الاهلي، في تغيير مهم جدا جدا، ان كولر ما بيخافش من اي فريق. ولكن درس سان داونز عمل له فكر مختلف شويه، بدا يشرب الكرة الأفريقية وبدأ يتعامل مع الكرة الأفريقية بشكل أفضل. ولكن المهم والأهم إن احنا لو قابلنا، ولكن طبعا لا تقليل من الوداد المغربي، فريق كبير وفريق تقيل، ولا تقليل طبعا من الترجي التونسي. واحنا لسه كده ما صعدناش، لان لسه في مباراه في القاهره. كرة القدم ملهاش معايير وملهاش مقاييس، كرة القدم بدون معايير. ولكن لو الاهلي وصل وسان داونز وصل، الاهلي يقدر يفوز على سان داونز، لان خلاص اكيد هيغير الفكره امام سان داونز. وعايز اقول حاجه مهمه جدا، لو قفلت على سان داونز مش هتعرف تلعب كوره. والنادي الاهلي خلاص بقى محترف في الحته دي، كولر بقى دارس الامور دي كويس جدا. وانا واثق واحنا واثقين كجماهير وكاداره وكلاعيبه ان احنا لو قابلنا سان داونز في النهائي هناخد البطوله، وهتبقى رقم 11. بالمناسبة ان الحاجة المهمة، ان بعض الناس بتقول لك ان الاهلي فاز 5 مرات في رودس. لا، الاهلي فاز 6 مرات في رودس، او في تونس مع الترجي التونسي. يعني كان الفوز امس رقم 6 للنادي الاهلي على الترجي التونسي. ولكن برضو لا تقليل من الترجي التونسي، ولا تقليل من الكرة التونسية، ولا تقليل من شعب تونس المحترم العظيم الجميل اللي بجد قابل النادي الاهلي بشكل كويس جدا، وبشكل يليق باسم وكيان النادي الاهلي. ان شاء الله نوصل للنهائي باذن الله مع شويه توفيق، نفوز على سان داونز. وعلى فكره هو محدش يقول لي لا انت ما بتفهمش حاجه، سان داونز بالنسبه للنادي الاهلي من اسهل المباريات اللي ممكن تتعمل، ولكن لها تكتيك وفكر معين. لو النادي الاهلي قدر يتماشى وعنده التوفيق في فكره مع كولر، اعتقد ان النادي الاهلي هيرد اعتباره. ولكن احنا مش عايزين نقول رد اعتبار، دي كوره. لما يعني ان شاء الله باذن الله ما يهمنا في الامر البطوله ال11 باذن الله، ويعلو اسم النادي الاهلي فوق كمان وكمان. وبشكركم جدا على متابعتكم، وبشكركم جدا على تفاعلكم معايا. شكرا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.